في أمثال بنسمعها من زمان ومن كتر ما اتقالت بقينا نرددها من غير ما نعرف وراها ايه. بس يا ترى كل مثل ليه قصة ولا كلام بيتقال وخلاص؟ تعالوا النهارده نحكي مع بعض حكاية مثل من أجمل الأمثال العربية. مثل بيقول سبق السيف العدل. المثل ده كان من أيام العرب زمان، وكان في راجل اسمه ضبة ابن أد وعنده 2 من أولاده سعد وسعيد. وفي يوم كده طلع ضبة هو وولاده يرعوا الإبل بتاعتهم، بس وهم ماشيين الإبل فجأة اتفرجت في كل اتجاه. ساعتها ضبة قال لأولاده يلا يا ولاد لموا الإبل تاني، وبالفعل كل واحد منهم راح ناحية. رجع سعد ومعه الإبل، بس سعيد ما رجعش، اختفى كده كأن الأرض انشقت وبلعته. اللي حصل إن سعيد وهو راجع قابل واحد اسمه الحارس بن كعب، وسعيد كان لابس بردين يعني زي جلابيتين كده تقيلتين من اللي كانوا بيدفوا بيهم. الحارس عجبه لبس الولد وقال له اديني البردين دول، لكن سعيد رفض. الحارس ساعتها اتجنن وطلع سيفه وقتله وخد البردين ومشي وكأن ما حصلش حاجة. عدت الأيام وضبة عمره ما عرف حصل ايه لسعيد ولا راح فين ولا جه منين، لحد ما في يوم من الأيام راح سوق عكاظ، وده كان أشهر سوق عند العرب زي المولات بتاعتنا كده، وشاف هناك راجل لابس البردين اللي كانوا مع ابنه. ضبة وقف الراجل وسأله البردين دول جبتهم منين؟ الراجل بمنتهى البرود قال له دول بتاعت غلام قبلته من مدة، طلبتهم منه ما رضيش، قتلته وخدتهم. تخيل الراجل اعترف بالقتل كأنه بيحكي عن طبخة. ضبة ساعتها صديقي فهم ان الراجل ده هو اللي قتل ابنه، قال له وريني السيف اللي معاك كده. اول ما الراجل اداله السيف ضبة خد السيف وغرزه في صدره. الناس اتجمعت وقالت له يا ضبة ده الشهر الحرام ازاي تقتل؟ ساعتها قال الكلمة اللي بقت مثل بيتقال لحد النهارده، سبق السيف العدل، يعني سيفي خلص قبل ما حد يعاتبني او يقول لي ليه عملت كده. المثل ده صديقي بيتقال لما حد ياخد قرار بسرعة وينفذه من غير ما يفكر في العواقب، بس مش دايما القرار السريع بيكون صح، اوقات ممكن نندم بعد ما نتصرف، وعلشان كده اتقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وفي الاخير يا صديقي لو عجبتك القصة وعاوز تعرف اكتر عن امثالنا العربية وحكايتها دوس لايك واشترك في القناة واستناني في مثل جديد وقصة جديدة. سلام.